مرحبا بكم متابعي قناتنا قناة فاني تي في. مرحبا بجدد معانا زادا. رجاء الاشتراك في القناة باش يوصلكم جديدنا وتجيكم وصفات بنينة وسهلة. اليوم باش نعملوا بعضنا وصفة مطلوبة برشا، طلبتوها مني برشا، اللي هي وصفة الفرنفيشة التونسية بالدقلة والملاوي. احنا عملنا ببعضنا ملاوي ناجحة في فيديو سابق، تنخلي لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف. مكوناتها سهلة برشا. نستحقوا ملاوي كنا فتفتناها وقصيناها كما تشوفوا جويدة، معاها تقريبا 100 جرام زبدة، شوية زيت زيتونة، وكمية من الدقلة المقصوصة طروف. نحطوا الملاوي نتاعنا تسخن شوية. انا كما شفتوا الزبدة نتاعي قصيتها مربعات باش نحطها. نوزعها بفريشة. توا مادام الزبدة قاعدة تذوب شوية نحطو غرفتين باهين سكر. تحبوا زيادة تحطوا العسل حطوا. توا نحطوا شوية زيت زيتونة، رغم انها هي فيها الزيت لكن نزيدوها شوية مش مشكل. ونقعدوا نستناو المكونات بتاعنا تتخلط بالكدا، الزبدة تذوب وكل شيء. بعد نحطوا الدقلة كيما تشوفوا سيء الزبدة نتاعي ذابت بالكدا. فبقى لي ايه باش نحط الدقلة. منحكيلكمش على ريحتها. نرفسوا المكونات هكا بيدينا باش تتسيب البنة نتاعها على بعضها، وكل ما نرفسوا اكثر كل ما تجي ابن هكا. صحة والشفاء ليكم.